سلام خوتي خواتاتي، نتمنى تكونوا بخير على خير. نتمنى هاد الفيديو يلقاكم صحة جيدة ان شاء الله يا ربي. عواشركم مبروكة، نتمنى دوزتوا ليلة عاشوراء بخير على خير. غادي نشارك معكم روتين مسائي ديال ليلة عاشوراء ديالي، فيديو بسيط ونتمنى يعجبكم، وعلى الطريقة التقليدية كيف كداروا من زمان، على شي حاجة قليلة اللي عاقلة عليها من كنا صغار وصافي. نتمنى يعجبكم هاد الفيديو. اول حاجة البنات، هنايا عندي الديالة، هو كامل يتسمى قدي ولا كل حاجة والسمية ديالو. هنا عندي شيت المصران، عندي جوج ديال الديالة وعندي كرداسة. فزقتهم درتهم فزقتهم فزقتهم مورا الغدا بحال تقريبا كيما ديك 3، وفي العشية بديت نطيب فيهم باش نقص منهم رطابو، نقص منهم حتى الملحة اللي كانت كثيرة الطريقة راه دغيا تتحيد منها الملحة. نخليه هنايا يفزك حتى العشية الساعة اللي نطيبو. وصلت هنا العشية، هنا عندي الخضرة اللي غادي نستخدم في اللي غادي نطيب بها كسكسو. عندي هنا الدنجالة، عندي بصلة، عندي قرعة حمراء، عندي شيت الفلفلة حارة، عندي جوج حبات ديال المطيشة، عندي قرعة كورجيت، عندي جوج خيز وجوج زعتر، وعندي شي ديال القزبر ومعدنوس. يعني تديروا الخضرة اللي بغيتو. انا درت هادشي هذا وما درتش اللفت وليشو، درت غير هادشي باش نصايبو صافي. وهنا البنات الطريقة ديالي ديما تنديرها في الدار. تناخد بحال هكا شي بانيو بحال هكا اناء وتندير وسطو ميكا، لا ما كانش ندير غير البانيو بوحدو، وتنجمع فيه كاع الوسخ اللي تنخدم فيه كاع في الكوزينة. وفي الكوزينة بلا ما نبقى ندير في لابوبو ونروقون فوق البوطاجي، هادي تندير فيها الروينة كاملة. ومني تنسالي صافي تمشي نلوح الميكا، يعني ساهلة ما غادي نرون يكون عندي كلشي منظم في الكوزينة. هذه هي طريقتي دائما. وتا المواعن تا هما كذلك، اي حاجه خدمت فيها تنغسلها في البلاصه، ما تخليش المواعن تيتجمعوا عليا بزاف. اي حاجه كانت يدي خاويه نغسلها في البلاصه ونحيدها باش متى تجيو تساليو، ما تلقاو حتى حاجه. ساعه يكون العشاء ديالكم ولا الغدا ديالكم راه تيطيب، ولكن تيكونوا عندكم المواعن موصولين. الوسخ اللي نقيتو ولا جمعتو كاع في الكوزين خدمتو فيه تلقاو تا هو مجموع، يعني ما تلقاش عندكم بزاف الصعوبات. كيف تشوفوا البنات، من بعد ما نقيت الخضره اللي نقيتها تنديرها في الماء، نقيت كلشي. نقيتو شويه البلاصيكه ملي تتسالي وتتجمع، يعني تتكون عندكم خدمه سهله. كيف تشوفوا هذه هي الطريقه ديالي دائما تنخدم بها، ماشي غير هنا تنصور لكم وصافي. من بعد البنات، ها هو القديد ديالنا راه فزك. الا كنتو مملحينو بزاف، انا واخا هكاك راه ما تندير فيش الملحه بزاف. نتوما كنتو مملحينو فزقوه بحال هاد الطريقه. كنتو بغيتو طيبوه بالليل كنتو عفوا بغيتو طيبوه بالغدا تتفزقوه بالليل. تتفزقوا بالليل والغدا تطيبوا، راه تلقاو الملحه ناقصه، ما بقات فيش كاع ديك الملحه فاش تيرطاب تتحيد منه ما تتبقاش. وهذا هو القديد ديال البنات ديالنا. وهذيك بالنسبه لديك الكرداسه تنخلي هذيك الخيط فيها، حيت المصران ديالنا كما شفتوا في الفيديو السابق كنشارك معكم. في عيد الاضحى ما كان وقع لي مشكل، ما تيبغيش يتلاقوا لي المصران، كملت غير بالخيط باش جمعته. نخلي دابا تيطيب وتنحيد الخيط باش ساعه طيب تبقى لي كرداسه مجموعه ونقطعها بحال الشكل ديال الكاشير. من بعد درت القديد ديالي درتو في الكوكوط. انا نطيب دابا في الكوكوط، نتوما طيبوا في البرمه طيبوا. درت في الكوكوط باش نسربي كلشي نطيبو. قطعت البصله بحال هذا الشكل هذا شرائح. زدت عليها مطيشه شفتوها في الاول كيف تتبان حمراء، وملي تتنقوها تلقاو ثاني اللون ديالها مختلف. حاولوا تختاروا شي مطيشه تكون حمراء مزيان باش التكسكسو ديالكم يخرج زوين. ملي قطعت مطيشه والبصله غادي نزيد معلقه ديال البزر مع امراش الخرقوم، سكينجبير. درت شويه ديال الملح حيت على حسب تندوق المرقه، الا غادي نزيد ساع الملح حيت على حسب القديد، وبقى غادي نزيد كنور. من بعد زدت شويه ديال الزيت، اللي عندكم زيت بلديه حتى هي يمكن لكم ديروها. من بعد تنخلط هاد المكونات بحال هاد الشكل هذا ونديرو يتقلى على نار متوسطه، تقلى ليا البصله ومطيشه. غادي ندوز للكسكسو غادي نطيب. نتوما ديروا اي كسكسو تفضلوا، الذره ديال الزرع اللي بغيتو، السميده. انا درت هنا كسكسو عادي، فزكتو بشويه ديال الماء، وبغيتو تغسلوه غسلوه. انا درت هاد الطريقه هادي كما تتشوفوا. تقريبا هنا كيلو الا ربع كيلو ما كاملش. درت عليه تقريبا 3 الكيسان ديال الماء. هاد الكسكسو حيت راه تيشرب، ماشي بحال الكسكسو الاخرين، كل واحد وكسكسو النوعيه ديالو كيف دايره. بحال السميده ما تشربش الماء بزاف، هاد الكسكسو تيشرب الماء شويه. غنغطيه ونخليه دابا حتى ينشف تيشرب ليا ديك الماء، ساعه نعاود نحلو. من بعد هنا رجعنا للقديد اللي درنا تيتقلى لينا هنايا كما شفتوا. غنقليه تقريبا شي 5 دقائق ولا 6 دقائق، بحال شكل تنقليو الدجاج ولا اللحم. بغينا نطيبوا المرقه بحال هكا غادي نديروا ليه حتى هو.
بحال هاد الشكل. ومن بعد من يتقلى لينا البنات غادي نزيد عليه الماء. هنا درت الماء دافي. حاولوا ديروا الماء طيب باش تربحوا حتى الوقت هو شويه. الا درتو بيه بارد تلقاو شويه معطلين. من بعد تنسد عليه وتنخليه يطيب. يطيب تقريبا، خاصو يطيب ليا غير القديد. تقريبا تعطيوه نص ساعه وعاودوا فتحوا ليه شوفوا القديد ديالكم واش طاب ولا لا. من بعد تنخلي القديد يطيب. غادي ندوز للكسكسو من بعد ما تيكون نشف بحال الطريقه تيولي ناشف تيشرب كاع ديك الماء اللي خوينا فيه. وتنبقى نحلو بحال هاد الشكل هذا كامل. تيولي ليا بحال هاد الشكل هذا كيما تتشوفوه تيولي كامل محلول، ما تتبقاش الحبات ديالو ملاصقين. من بعد غادي نديرو في هاد الكسكاس ديال الكوكوط كيما شفتوا في هذا. وانتم الا بغيتو ديروا في البرمه ديروا، الا بغيتو طيبوا في كوكوط القديد ومن بعد تردوه للبرمه ماشي مشكل. كي درت هاد الطريقه حتى هي راه تجي زوينه ديال الكوكوط، تعطي حتى هي تجي بنينه ويسهل عليكم الطياب. كما شفتوا معايا البنات هنا القديد ديالنا ها هو راه طاب. يعني كلشي راه تنقلبوه بشي موس هكا صافي. الا دخل الموس في القديد صافي تعرفوا راه طاب، كلشي طاب. ودابا غادي نلوح الخضره باش طيب. النسبه خيزو البنات، الا كان خيزو تيطيب بالزربه لوحو مع الخضره يطيب معاه. الا كان شي شويه طياب طيبوه هو بوحدو من بعد لوحوا الخضره باش يطيب ليكم. انا بديت نلوح الخضره كامله ومن بعد راه زدتها بطاطا ما وريتها لكمش الاول. بالنسبه للكورجيت خليتها بحال هكا مجموعه باش ما طيبش الكوكوط والتحليه تشتت ليا. خليتها بحال هكا مجموعه. تنبغي نسكي ساعه نبقى نحلها بالموس. وتنزيد مطيشه، حكيت واحد 3 مطيشات كبار وزدت كنور. لا عندكم السمن تا يمكن لكم ديروه ما كاينش عندي. من بعد زدت مرق، درت القياس ديال الماء اللي غادي يطيب ليا ديك الخضره وما تحرق لياش حتى المرقه حتى هي في الكوكوط. تنسد عليهم وما غاديش ندير الصفاره حيت غادي ندير الكسكاس على الطريقه هذا. وخليه صافي محد الكوكوط تبغي دير بحال الشكل ديال الصفاره الدور صافي تيبقى يتفور كسكسو. من بعد ما خليت كسكسو يطيب دزنا على نديرو بحال هاد الطريقه كانوا تيديروا بكري. هذا ماشي بخور، هذيك البخور تعرفوا نتوما. هذا البخور ديال الحج تيعطي واحد الريحه زوينه ديال المسك في الدار زوين. هذا كان جابته لي الوالده ديالي زوين، تيعطي واحد الريحه زوينه. تديرو غير شويه تيخلي الدار فيها واحد الريحه زوينه. بخرت غير بهادي في ليله عاشوراء باش نحسوا بشويه ديال الجو ديال عاشوراء. بحال هاد الطريقه كما تشوفوا البنات تعطي واحد الريحه زوينه. وهذه هي الطريقه اللي كنا كبرنا على، كنا عقلنا بكري كانوا تيديروا غير الشبه والحرمه كان باش كانوا تيبخروا بكري وصافي. دابا انا ما درت حتى حاجه، درت غير هاد الشيء صافي. وشاركت معكم عاوتاني هاد الطريقه هذه تي تيديروها في عاشوراء. تيكون السواك الكحول، تتكون عاوتاني ديك نيفيا. وعاوتاني تيبقاو يقطعوا الشعر ديالهم في عاشوراء. هذيك التقاليد ديال بكري. انا هادشي دابا ما تنديروش، غير نورك عندي حساسيه من الكحل ما تنديروش. حتى السواك هذا ما تنديروش مره. بغيت نشاركو معكم نوريكم الاجواء ديال عاشوراء. من بعد البنات دزت عاود رجعت للكسكسو. نعاود ثاني التعاويده كيما شفتوا درتو في الاول فورا. نتعاود دابا التعاويده هذه باش نزيدو عاوتاني اخرى المره الثانيه طيب. باش تشوفوا عاوتاني شنو غادي ندير. هنا حليته بالمغرفه حيت سخون. من بعد زدت هكا شي 2 كيسان ديال الماء، 2 كيسان كيكي ونص. حيت هاد الكسكسو هذا راه تيشرب ونبقى نشرب في ديك الماء تينشف باش من بعد نعاود ثاني نزيد الزيت. نتمنى تجربوا الطريقه ديال الكسكسو بالقديد. راه تيجي من ألذ الاكلات المغربيه هو هاد الكسكسو ديال القديد. ماشي ضروري نديرو في عاشوراء، تنديرو حنا بلا عاشوراء غير تتبقى ديك التقاليد ديال بكري كيف كانوا تيديروا كل عاشوراء شنو تيديروا الدياله القديد داكشي تتبقى التقاليد ديالها وصافي. كيف شفتوا معايا البنات هنا درت شويه ديال الزيت باش ندير التعاويده الاخرى. ما تنديرش الثالثه غير هذه صافي. نديرها باش تطفو الفويره الاخرى. بالنسبه للبنات فاش تبغيو تحيدوا من الكوكوط تطفيو البوطه. طفيو البوطه تعاودوا التعاويده ديال الاخرى غير ساعه يمكن لكم تردوا حيت ما يمكنش تحيدوه ديروا الصفاره عاوتاني وتبغيو تحيدوه تردوا راه تبقى يطلع لكم كسكسو ونفس الطلق ديال الصفاره بالزربه فاش تحيدوها. من احسن طفيوها حيدوا كسكسو صايبوا لي ردوا شوفوا ساعه الخضره واش طايبوا ولا لا. من بعد من طاب لينا كسكسو وهاد الطفيره الاخرى غادي نبدا دابا نسكي. شوفوا هنايا المرقه كي تجي واحد المريقه زوينه ديال القديد تعطي واحد النسمه زوينه بزاف. تيحمقني انا الاكلات تيكون فيهم القديد تيجيو بنين بزاف. تنفضل القديد على اللحم، ما ناكلش اللحم وناكل القديد. من بعد البنات غادي نبدا نسكي. غنبدا هنا نحل الكسكسو. وبالنسبه للبنات لا بغيتو تعاودوا الكسكسو هاد الاخر بغيتو ديروا فيه شي ديال السمان ولا زيت العود هي ديروها. والساعه سقيو نيشان بحال هكا. تنحاول نحلو على السخونيه عندي صباعي ما تيقدروش كاع على السخونيه. صافي تتقيسني السخونيه ما تقدرش عليها كاع.
بالنسبة للكورجيطة البنات كيف تشوفوا هنا من بعد ما طابت. بالنسبة للكورجيط الصغيرة ديما ما تقسموهاش، خلوها دائما مجموعة بحال هكا باش تبقى لكم مجموعة وتبقى لكم حتى في الديكور ديالها محافظة على الديكور. هنا حطيت القديد ومن بعد بديت نقاد كل حاجة ببلاصتها. وبالنسبة هنا الكردات البنات عاد بالي انا لا تنصور انا ما تنصورش، قسمته على الشكل بحال كاشير، حيدت منه ديك القنبه اللي كانت شاده ودغيا تحيدت بالزربه. ومن بعد قسمته على الشكل بحال الشكل ديال الكاشير، قسمته واخا كرداسه شويه صغيره ولكن خرجت ليا 4 ديال الطروفه كيجيكم بحال شكل الكاشير وتيجي بنين وغادي تعجبكم الطريقه ديالو. هذا الكسكسو نفضل اي كسكسو هو هذا. نتمنى يعجبكم هاد الفيديو هذا تتشاهدوا من اي بلاد من اي بلاصه تشاهدوا هذا الفيديو. تحيه ليكم وعواشركم مبروكه، ونتمنى يعجبكم هذا الفيديو البسيط وهذا الروتين المسائي. وكنت اول مره تشاهدوا القناه ديالي وعجباتكم ما تنسوش دعموني بالاشتراك واللايك وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالي. وبالتوفيق الجميع ان شاء الله يا ربي.